السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل متابعينا عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا في اتم الصحة وفي احسن حال. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات للفيديو بتاع المرة دي. بشكركم على تعليقاتكم الراقية، لان كل تعليق بيجي يا جماعة بيدل على تربية صاحبه ونشأة صاحبه الطيبة والمحترمة. ربنا ينصرهم في فلسطين، ربنا ينصرهم في السودان، ربنا يولي من يصلح في سوريا. يا رب اصلح حال كل الدول العربية يا رب، واجعلنا مترابطين لحد يوم الدين. امين. اللهم اشفيني الشفاء لا يغادر سقما. ارجو من كل الناس اللي داخله تدعي لي دعوه حلوه يا جماعه، لاني داخله على عمليه، واتمنى يا رب اللي جاي يكون في خير ليا ولكل مريض يا رب. اللهم اشفينا جميعا، اي حد يتألم يا رب. دعواتكم الغاليه لي. حبايب قلبي، النهارده انا جايه اتكلم في حاجات انا شايفاها والله ظلم، ومن كتر الظلم الواحد مر بيه خلاص عايز ينفجر من اللي هو شايفه. يا جماعه مفيش على السوشيال ميديا الا زاهيه واخواتها، ومفيش الا هي الا هم. يعني يا جماعة عايزين طب نغير، طب نرحم الناس دي اسبوع، نشوف الناس دي لما نرحمها اسبوع كده ونسيبهم ما نتكلمش عليهم، يا ترى هنعمل ايه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل؟ يا ترى الناس دي هينصلح من حالها ولا لا؟ انا يا جماعة يعني بيجيلي كومنتات اقسمت بالله انا حزينة منها. يعني الحمد لله بيجيلي كومنتات جميلة كتير، لكن القليل ببقى مستاءة منه طبعا. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. لان مفهوش عدل. يعني انت دلوقتي بتدافع على زاهية وما انتش عايزة التانية تدافع عن حلمية. ليه الزاهية هي اللي جت على اختها وبهدلت اختها؟ يا جماعة زاهية كانت بتتكلم عشان ما هيش لاقية رد فعل من اختها. المفروض ان انا شايفة ان اختي، بص يا جماعة هقول لكم على حاجة. مش في مثل عندنا بيقول ادي على ابني يكره اللي يقول امين؟ ايوه، هو كده. انا اشتم اختي اهين اختي تهني، اختي تشتمني، احنا ان شاء الله نقطع شعور بعض. لكن لما يجي الغريب يجيب سيرة اختي اقول له لا استنى، طب بتجيب سيرة مين؟ ده لحم ودمي، ده انا ما عنديش اغلى من اختي في الدنيا كلها. لكن الحاجة حلمية سمحت لناس كتيرة تطلع على اختها، فكانت زي بتطلع يا جماعة من اللي هي فيه. يعني انا والله اتمنى ربنا يرزق دي ويرزق دول الاتنين اخوات واخرتهم لبعض. بس احنا ليه ما بنقولش كلمة حق تخلصنا لوجه الله؟ لا انت نسيتي يا شيري لما زاهية طلعت قالت وعادت يا جماعة احنا مش هنمسك لهم على حبل المشنقة. دي غلطت دي غلطت، الاول وفي الاخر الاتنين اهل. المفروض نرحم بعضنا شوية. احنا ايه اللي جاي لنا لما نقعد نقومهم على بعض؟ ايه اللي جاي لنا لما نقعد نقول انت اللي معرفش ايه وانت بتقول ايه فاكر لما قلت ايه؟ طيب وانا لما اقول فاكر لما قلت ايه؟ طب يعني دي اخته، دي اخته وده اخوها، والداخل ما بينهم طالع. يعني انتوا عاجبكم كده لما الدنيا شايطه فيهم وكل يوم واحده طالعه تطلع فضايح بيتها؟ كل يوم واحده. لا، وعايزه اقول لكم على حاجه برضو يا اولاد داوود، انتوا ليه بتطلعوا تبرروا للناس وتتكلموا كده كانكم قاعدين على المصطبه قدام البيت؟ واللي يقولك فاكر لما ضربت ابوك وكان بسبب، ويطلع يقولك لا استنى، اصل لما حصل واحد اتنين تلاته، وانت تبرر ليه يا حاج؟ وانت تبرر ليه؟ هو في اب بيضرب، في ابن بيضرب ابوه؟ ما تسيب اللي يتكلم يتكلم. انا ضربت ابو، انا ضربت ابوي، خلاص. مش في ربنا اللي لا بيغفل ولا بينام وقادر يرجع الحقوق؟ انتوا مالكم؟ طيب تعالى يا حسام لما دورك يجي. طلعت عليك القناة دي مش كانت يعني صاحبتك وكانت كويسة، كانت بتدافع عنك والدنيا تمام ومفيش أي حاجة، وكانت بتقول إن أنت الأخ الوحيد المحترم في العيلة دي كلها. فاكر يا أستاذ حمادة ولا فكرك؟ كنت أنت يا أستاذ حمادة من ضمن الكلام القذر اللي كان بيتقال عليك. أنت دلوقتي اترحمت؟ ما أنتوا بتترحموا لما تطلعوا تبقوا في حجر مين؟ الحاجة حلمية، اللي المفروض إن أنتوا اخواتها كلكم. تمام. اللي هيجي اليمة ديت هنرحمه من اللي احنا هنعمله. اما اللي هيجي يمة زيه هنيجي عليه وهنمسح بكرامة اللي خلفوه الارض. مش ده الحقيقة يا جماعة؟ مش ده الحق؟ مش ده الحق ولا ابن عمه اللي بيتقال عليه اللي هو الخمرجي، ولا زي ما بتقول الشمام، ولا اللي انتوا بتقول عليه يعني اللي هو يعني بيشرب مخدرات؟ مش هو ده اللي كان بيدفع له فلوس عشان يخرج من اللي هو فيه، وعشان معرفش ايه، وعشان يحصل ايه؟ وده اللي كان كويس وده اللي كان احسنهم؟ صح ولا انتوا ناسين؟ كنتوا نسيتوا اللي جرت الدفاتر تنقرا لما راح وقف في صف اخته زاهية؟ رحت دلوقتي بتعملوه في ايه؟ بقى خمرجي وحشاش وفي كل الصفات عشان وقف مع اخته؟ طب ما هو بيكلم اخته التانية برضه. ولا انتوا عايزينه ديت نعدمها نموتها نمحيها من على وجه الارض؟ انتوا ناسين اللي عملته الفيديوهات اللي كانت عاملاها زاهية لما راحت السعودية لحسام، وكانت بتدفع له الفلوس كل قدامنا كلها بالريال السعودي؟
شوفوا كام و30,000 ريال سعودي كانوا بيندفعوا عشان حسام يطلع من المشاكل اللي هو فيه. ده لو ابن حرام مش هينسى الجميلة ديت اللي اخته عملتها معاه. ده لو ابن حرام، لو واحدة غريبة من الشارع مش هينساها ان دي نجدتني وطلعت. طب ما بالكم ده اخته، ده اخته ولاد حلال وجايين من اب وام معروفين، عيال طالعة من بذرة صالحة، عايزينه يبعد عن اخته؟ حتى لما جه مع اخته لا، ازاي؟ وبعدين انتوا مالكوا بخطيبة ابنها؟ انا عايز انتوا ما لقيتوش في الورد عيب بتقولوا احمر الخدين؟ اه، ده دلوقتي انتوا عارفين البنت بتداري على اهلها وبتسمع لحماتها عشان بعد كده بترجع لها على دماغها. هي مين دي اللي اتطرقه؟ هو عاد في الكلام ده؟ هو عاد في الكلام ده؟ زي بسم الله ما شاء الله مش محتاجه ان مرات ابنها تيجي تشغلها خدامه، بسم الله ما شاء الله زاهيه، ما يعجبهاش شغل حد اصلا. يا بتجوز ابنها عشان ترتاح منه ومن قرفه، ان كان في اكل ولا شرب ولا لبس. واحده تيجي تشيل همه هتعمل مشاكل معاه، الدنيا مش مستاهله. البنات بتوع اليومين دول غير زمان. وبعدين ايه اللي زي بتعمله؟ انت ما بتشوفيش؟ انت ما بتشوفيش اللي هي بتعمله؟ حرام عليكم، حرام عليكم. يعني هو دلوقتي لما خطيبته تسيبه يعني الواد هيريل يعني؟ ولا لو سابته حتى من اللي هي بتسمعه واللي انتوا بتقولوا عليها بالظلم ده هتريل يعني؟ الواد قصدي هيريل وراها يعني؟ او لو النبي هموت انت اخر واحده في بلاد المسلمين. الف من يتمنى ابن زهي، ان ما كانش لنسبه فلتعليمه، وان ما كانش لتعليمه فلده لادبه، وان ما كانش لادبه الواد كامل مكمل يكفي شقته. مين اللي هتقول لا دلوقتي؟ يا اختي يا البنات اللي بدرهم ايديه خضرا حد لاقي يتجوز؟ حد لاقي يتجوز؟ لو لما يقع كمان على نسبهم، ليه نسب زي وحش ولا ايه؟ زي من ساعة ما طلعت معروف شكلها ايه، وطالعة من بيت شكله ايه، وبتطلع شكلها عامل ازاي. ست تشرف بجد، بتلبس الطقم مش من اخوه، العباية مش من اختها، الدور والبيعة اللي بيتكلموا عليها اللي مش عارفين يوصلوا لها. بدل ما نصلح ما بينهم، بدل ما نقول الله يوفقهم، بدل ما نقول الله يهدي سرهم. يعني انتوا سبتوا يعني انتوا كله سايبينه بتمسكوا في خطيبة الولا. يعني انتوا مفكرين الواد مثلا لما البنت تقول له يلا بالسلامة اصل قنوات النقد ماسكه امك، يا عيني هيموت يا عيني. لا يا حبيبتي، هو اجمل منها على فكرة. يعني هي يجيب ستة تزعلش مني يا زي معلش، بس دي الحقيقة. البنات مش لاقية جواز، لكن الرجالة اهو، الرجالة ياما، ويوم ما هيقشر على واحدة هتجيله. يعني اقعدوا اتكلموا عليها من هنا للسنة اللي بعد الجاي، مش هيموت يعني. عيب انتوا مش لاقيين اي حاجة تقولوها. انتوا ما انتوا لاقيين فيديوهات تعملوها، عمالين بتدوروا وبتنخروا ان احنا نطلعها وحشة بأي شكل. ليه كده؟ ليه وربنا قال كده؟ حرام عليكم، حرام عليكم. انتوا ما انتوا سايبينها ولا هي ولا اخواتها وبهدلتوا الدنيا. دلوقتي يا رانيا اترحمتي؟ دلوقتي يا رانيا مبقاش في كلام عليكي دلوقتي؟ طيب يا رب تكون انت مبسوطة. وانت دلوقتي يا استاذ حماد بقيت مبسوط دلوقتي؟ الدنيا بقت تمام؟ طيب يا رب تتنيها تمام كده معاك وتتنيك مبسوط كده. ماشي. كل حاجة دلوقتي اتفقست وكل حاجة دلوقتي اتعرفت، كله بقى من تحت الترابيزة، كله بقى بيندفع عليكم. وخليك انت عامل نفسك ما انتش شايف. خلوهم يقبضوا فلوس وخلوهم ياخدوا فلوس، طول ما بيتكلموا عليكم بيوقعوكم في بعض. هما بيبنوا وبيعلوا وانتوا بتنزلوا من نظر الناس. هما بياخدوا فلوس يعملوا شقق وبيوت وانتوا بتقولوا من نظر الدنيا كلها. خليك عشان تنبسط. ده بدل ما تلم كده اخواتك كده وتروح لاخوك الكبير وتقول له انت اخويا مهما حصل، ومهما لو غلطت فيها يعني بالجزمه اديك الجزمه تاني تديني يعني اديك جزمه تديني بيها تاني. حلوة قوي كده. دول الفلاحين ولاد الاصول اللي بيفهموا في الاصول. فرجتوا الناس عليكم. الست حنان طلعت تقول يا كذا ويا كذا ويا كذا. مين اللي قالك ان انا بتكلم ولا بعمل ولا بتحش؟ ده اللي معايا هنا سلايفي، سلايفك بس، سلايفك بس. ده الدنيا كلها بتتكلم عليكم. انا لو وحشه كانوا قالولي هيقولوا لك ايه؟ هيقولوا لكم ان انتوا مفضوحين في الدنيا كلها. يا ريتكم مفضوحين على مستوى البلد ولا الشارع. هيقولوا انتوا مفضوحين في الدنيا كلها. الجميله الظريفه اللي كانت كاتبه لك وانت وداخله بتقول لي ايه يا شيري وانت نسيتي مشاكلك انت واهل جوزك؟ مشاكل ما طولتش يا حبيبتي، كانت بسبب الفلوس، والحمد لله رجعنا تاني وحماتي قاعده معايا وبتدعي لي. انا لو حماتي ديت خدت بدعاء وربنا هدخل الجنه، هدخل الجنه حتف. ربنا يكرمني في ولادي، لو دعوتها جازت هدخل العمليه ان شاء الله واطلع منها بالسلام، وربنا هييسر لي اموري. حماتي دي محدش بيخدمها قدي ومحدش بيعمل لها حاجه قدي، وانا راضيه على خدمتي فيها.
وانا اصلا بعاملها ان هي ست كبيره اكبر من والدتي كمان، فانا بحترمها لسنها، مش بحترمها كمان ان هي عشان حماتي. شيطان ودخل والحمد لله غير في 60 ده. الدور الباقي على التانيين اللي بقالهم شهور وسنين. دوروا عليهم، اوعوا تقارنوني بحد، اوعوا تقارنوني بحد. انا يوم حتى ما طلعت اتكلمت مش انا اللي اتكلمت، مش انا اللي اتكلمت. كل فعل وكان ليه ردة فعل، وانا كنت برد بالادب، وعمري ما كنت قللت الادب، كنت لاني كنت في يوم من الايام راعيه ان احنا اهل، فما حدش يخش يستظرف ويقول لي كلمه عشان عندي ردها. بس انا اقسم بالله تعبانه وداخله على عمليه وفيها اللي مكفيني. انا شايفه الوضع وعماله اتفرج اقول والله حرام، دول اخوات ومصيرهم هيرجعوا لبعض. ليه كده؟ ليه الفلوس تعمل كده؟ عمالين يجيلوا فلوس على قفاكم وعلى حسكم. انت يعني عاجبك اللي بتطلع تتكلم؟ اشمعنى ما الست شايره بتتكلم؟ خلاص خلي الست حلمية تسكت اللي من يمها، وزي هتسكت اللي من يمها، ونشوف كده الوضع يهدى قد ايه، ونشوف الدنيا هتهدى قد ايه، ونشوف مين اللي هيبدأ. يلا حبايب قلبي، دمتم في رعاية الله، واستودعكم في الله، مع السلامة.